كل سنة وانتم طيبين ولسه مكملين في سلسلة أكلات رمضان. وطبعا رمضان وفطار رمضان ما ينفعش من غير الكنافة. ولما نقول كنافة يعني الكنافة النابلسية. يلا بينا نبدأ. انا هستخدم للكنافه النابلسيه جبنه العكاوي. جبنه العكاوي هي احلى جبنه تعمل بيها الكنافه النابلسيه. هي حادقه كتير، فعلشان كده احنا بنعملها بنبشرها وبنخليها في الميه لمده 5 او 6 ساعات، وبنغير الميه عليها كمان مرتين او 3. لازم نتاكد ان هي ما بقاش فيها اي ملوحه وبقت حلوه. وبعد كده هنجيب الكنافة بتاعتنا. الكنافة يستحسن إن هي تكون مفرزة عشان تكون سهلة في التقطيع، هتستخدم السكينة أو تستخدم إيدك. أهم شيء تتأكد إن هي ما فيهاش كلاكيع، فهتمشي إيديك الاتنين على كل أطراف الكنافة وتتأكد إن هي ما فيهاش كلاكيع خالص. وهنسيبها شوية بما إنها كانت مفرزة، هنسيبها شوية عشان تنشف المية اللي فيها. وبعد كده هننزل بالزبدة السايحة على الكنافة وهندربها كلها في بعضها، وهنتأكد إن الزبدة وصلت، مش هنقول كلها لكن أغلبها. وبعد كده هننزل بالزبدة في الصينية بتاعتنا وندهنها كويس ونوصل الزبدة لكل مكان فيها، وكمان هندهن الأطراف بتاعتنا عشان ما تلزقش في الطرف. وهننزل بالكنافة واحدة واحدة، وهنفردها في الصينية كويس قوي، وهنتأكد إن مفيش فراغات. وبعد كده هنجيب صينية تانية أو حتى بإيدنا ونضغط عليها كويس قوي. لازم نضغطها كويس قوي عشان ما تفرطش. وبعد كده هننزل بالجبنة بعد ما نتأكد إن هي بقت حلوة ما فيهاش أي ملوحة نهائي. فهننزل بالجبنة، وهنا ممكن نعمل الكنافة النابلسية وش واحد، وممكن نضيف هنا شوية فستق، وبعد ما نسوي الوش اللي تحت نقلبها. لكن احنا النهاردة هنضيف وش تاني فوقها، وهنعملها كنافة النابلسية بين نارين. هنعمل نفس الشيء، هنضغط كويس قوي وهنجيب برضو الصينية التانية او حتى بايدينا ونضغط عليها. وبعد كده هنروح على نار اقل من المتوسطة، نار اقل من المتوسطة، وهننزل بيها بصينية الكنافة او صدر الكنافة على النار، وهنلفها واحدة واحدة. طبعا انا في الاول بلفها لسه بايدي علشان هي لسه ما سخنتش، لكن اول ما بتسخن لازم يكون في ايديك حاجة تمسك بيها لانها بتبقى سخنة قوي. فهنلفها واحدة واحدة وبدون استعجال تماما عشان ما يتحرقش. وهنقلبها بما ان احنا هنعملها ما بين نارين. فهنعمل نفس الشيء، هننزل بيها على النار ونسوي الطرف التاني او الجنب اللي تحت. وبعد ما تستوي هننزل بالشربات بتاعنا. واذا حبيتوا ممكن تضيفوا كمان شوية جوز الهند، وبالهنا والشفا. وفي نهاية الفيديو يا شباب، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.